ازاي نخلي البيت اشيك؟ انا سارة من فريق كون منزل، والنهاردة هنقول لكم على 5 حاجات لو عملتوهم البيت هيبقى اشيك بكتير. تابعونا على يوتيوب وعلى انستجرام عشان يوصلكوا اخر فيديوهات. اول عنصر مهم جدا جدا في شياكة البيت هو السجاد. مهم جدا ان السجادة تبقى كبيرة كفاية علشان تحتوي كل الاثاث اللي تحتها. مثال، لو في غرفة النوم السجادة يفضل ان هي تبقى واخدة تحت السرير كله، ويفضل كمان ان هي تكون ممتدة تحت الكومود. في غرفة السفرة مثلا السجادة لازم تكون محتوية الترابيزة وجميع الكراسي، وتكون كمان محتوية الكراسي بعد ما تتفتح. في الريسبشن او غرفة المعيشة السجادة لازم تكون محتوية كل الاثاث اللي فوقها من كنب وترابيزات الى اخره، او اقل حاجة تكون داخلة تحت الرجول، تحت رجول الكنب او تحت رجول الكراسي. تاني عنصر من العناصر اللي هتخلي البيت اشيك وافخم الستاير. في حاجتين مهمين جدا نخلي بالنا منهم في الستاير. اول حاجة طول الستارة عشان تكون شيك وشكلها فخم محتاجة تبتدي من السقف وتنتهي يدوب قبل الارض، يعني يدوب تبقى لمسة الارض، مش طويلة قوي وكمان مش قصيرة قوي. تاني حاجة نخلي بالنا منها في الستاير هي عرض الستاير. الستارة عشان تكون شيك وفخمة لازم عرضها يكون من 2.5 ل3 مرات عرض الشباك. عنصر رقم 3 في العناصر اللي هتخلي البيت أشيك وأحلى وأفخم هي الإضاءات. الإضاءات فيها أنواع متعددة. إضاءة أساسية اللي هي بتنور الغرفة في العموم، وبعد كده في أنواع إضاءات تانية محتاجين برضو نخلي بالنا منها عشان يخلوا البيت أشيك. أول إضاءة هي إضاءة المهام، زي مثلا أباجورة على مكتب أو أباجورة جنب كرسي هنقعد نقرأ عليه وهكذا. وفي نوع تاني من الإضاءات اسمها إضاءات جمالية، زي مثلا إضاءة متوجهة على اكسسوار معين، إضاءة متوجهة على نبات معين، إضاءة مثلا تحت الكابينتس بتاعة المطبخ. الإضاءات دي كلها بتدي جمال وشياكة للبيت. رابع عنصر هو المرايات. والمرايات الحقيقة ليها استخدامات كتيرة جدا وكلها يعني هايلة. أول استخدام للمرايات إن هي بتدي إحساس بالاتساع في المكان، بتخلي المكان شكله أوسع. تاني استخدام ليها إن هي بتحسن الإضاءة، خصوصا لو حطيناها قدام شباك، فبتعكس الإضاءة الطبيعية اللي داخلة من الشباك وتحسن لنا الإضاءة في الغرفة في العموم. تالت استخدام للمرايات ان هي كمان لو اتحطت قدام الشباك والشباك ده قدامه خضرة او جنينة، بتدي احساس ان احنا دخلنا الخضرة او الجنينة جوه البيت، فبتخلي الجو العام اشيك واحلى. رابع استخدام المرايات ان هي ممكن تستخدم كقطعة من قطع الفن لوحدها، يعني نختار مراية شيك بفريم شيك جدا وهتضيف كتير جدا للشياكة وفخامة البيت. خامس عنصر هيضيف لشياكة وفخامة البيت هو الزرع. الزرع عنصر مهم جدا في شياكة البيت، وغير ان هو بيخلي البيت شكله افخم واحلى، هو كمان بيضيف حاجات تانية، زي مثلا ان هو بيزود الاحساس بالصحة وبيزود الاحساس بالحياة، فبيحسن المود العام للبيت. اعملي ال5 حاجات دول والبيت هيكون اشيك وافخم وكمان مريح اكتر.